اللي عايزه تخزن بطاطس ومش عارفه النوع المناسب للتخزين، انت هتسالي التاجر يكون موثوق فيه، او انت بتجربي البطاطس عندك. ودي من وجهه نظري اجود انواع البطاطس للخزين، اللي هي بتبقى مفروده وبيضه ومفلطحه بتقعد معاكي من السنه للسنه ما بيجرالهاش حاجه. هو في انواع كتير طبعا، واللي هي الدايمونت، ودي مش عارفه على فكره اسمها ايه، بتبقى من اجود انواع البطاطس. في كمان بقى ديت عايزه ارهبكم منها شويه، لاني خزنتها قبل كده وما نفعتش معايا وباظت كلها، فخدي بالك قوي، لان النقطه الحمراء ديت انواع كتير جدا، وفي انواع ما بتقعدش ابدا. فلو مش هتجيبيها من حد ثقة ما تجيبيهاش، وبلاش انك تخزنيها. في اللي هي برضو الرملية ديت صغيرة وجميلة هيت، والناس بتخاف من الزرع الرملي، ولكن الحقيقة دي برضو خزنتها من السنة للسنة، قعدت معايا وما حصلهاش اي حاجة. هي بتبقى معظم حجمها كده صغير كده، بس ما بيحصلهاش حاجة خالص في الخزين. يا رب تكونوا استفدتوا.